يا أهلا وسهلا بيك أيها المدير المميز. في الحقيقة أنا كنت هبعت لك أوديو عن الموضوع ده، وبعدين قررت إن أنا أطلع فيديو وتبقى عيني في عينك كده وإحنا بنتكلم. يعني ممكن تعتبره as a mini lecture، محاضرة صغيرة قوي عن ال decision making، يعني كيفية اتخاذ القرار. طيب أنا ليه طالعة بتكلم في الوقت ده في الموضوع ده في حين ان احنا لسه مخلصناش كلامنا عن الانضباط؟ شهر نوفمبر ده هو شهر الانضباط. ده نتيجة للمحادثات اللي دارت ما بيني وما بينكم اليومين اللي فاتوا. على مدار اليومين اللي فاتوا من ساعة ما انا عملت ورشة Discipline Inside Out عن الانضباط، واعلنت عن ان في برنامج تدريبي للي حابب ان هو ينضبط اكتر ويعيش معانا رحلة وابقى انا الجايد معاه على مدار 14 يوم. في 10 أخدوا القرار واشتركوا معايا على طول واستفادوا بالأوفر اللي هو كان لغاية يوم 5/10 لغاية امبارح كان ب1000 جنيه. وفي 3 دارت ما بيننا كده وما بينه ما بيني وما بينهم محادثة إن هم مش عارفين يشتركوا ولا لأ. هم حابين قوي إن هم يكونوا معايا، ولكن حاسين إن في حاجات كتير قوي حواليهم، هم مشتركين في حاجات تانية كتير. في 2 قالوا في مشكلة في الفلوس، والثلاثة اللي كلموني النهاردة كانوا حابين ياخدوا بنفس الأوفر اللي هو لغاية امبارح 5/10. ومن 10 اللي اشتركوا كان في 4 في نفس حالة التردد دي، وان هم حاسين ان هم overwhelmed وبتاع وهم عاوزين ياخدوا البروجرام، بس في حاجات برضو منعاهم، يا وقت يا مجهود يا فلوس. فأنا دارت ما بيني وما بينهم ديسكشن، وحبيت ان انا اخرج الديسكشن دي ليك دلوقتي، لان طبعا انا شاكره جدا 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 ثقتهم فيا ان هم يدخلوا يتكلموا معايا بالصراحه وبالحقيقيه دي وياخدوا رايي في الموضوع. وانت ممكن تكون بتسال نفسك السؤال ده بس ما دخلتش تسالني، فانا حابه بقى انا اللي جيت لك اهو علشان نتكلم عن الموضوع ده، لانه مش بس فكره البروجرام. انا بكلمك انت دلوقتي كانسان قبل ما تكون مدير، بتاخد قراراتك ازاي؟ ايه الآلية اللي انت بتعمل بيها decision making قبل ما تعمل decision taking؟ يعني ايه؟ يعني انا لما اكون في فترة تردد، عاوزة اشتري مش عاوزة اجوين في البروجرام ده مش عاوزة اي قرار فيه قرار مالي، لازم اعمل decision making السيشن الاول، آلية كده بمشي بيها بخطوات هشاركها معاك دلوقتي عشان اعرف اوصل لقرار مظبوط وبعدين اخد القرار. طبعا لو الدنيا واضحة بالنسبة لي تماما خلاص باخد القرار على طول، انا اصلا من النوع اللي باخد قرارات سريعة جدا، ولكن انا عملت لنفسي آلية بمشي عليها خطوات علشان ولا اندم اللي انا ما اخدتش البروجرام ده او ما اشتريتش الحاجة دي، ولا اندم اللي انا اشتريته. يعني بعد ما انا دخلت في البروجرام او اشتريت الحاجة اندم اقول يا ريتني ما كنت دخلت، يا ريتني ما كنت اشتركت، ما انا فعلا مش ملاحقة ايا كان. عشان نمنع الندم ده، اول ما تسأل نفسك السؤال بتاع ها ادخل ولا ما ادخلش، اشتري ولا ما اشتريش، يبقى انت هنا محتاج تعمل decision making decision. وانا دلوقتي عاوز اسالك يا مدير، هو انت بتاخد قرارك بناء على ايه؟ يعني لما بتقف قدام فاترينا في محل وبتلاقي حاجه عليها اوفر، كوتش مثلا اديداس واو سعره خيالي وانت عاوز تشتريه، بتاخد القرار بناء على ايه؟ بناء على ان هو اوفر ما يتفوتش، ولا بناء على اللي انت لسه اخد مكافأة او معاك فلوس فيلا لما نكرم نفسنا كده وندلع نفسنا، ولا انت فعلا محتاجه؟ عايزه اقول لك ان اختك وقعت في الموضوع ده كتير قوي، يعني صرفت الوفات بلا داعي، لدرجه ان انا كنت ممكن اروح البيت الاقي عندي نفس الحاجه بنفس اللون قريبه جدا في الشكل، ولكن عشان انا بحب الستايل ده فلما بشوفه بيثيرني كده فاشتريته. فعودت نفسي لا، ما انا بتاثر بعد كده في حاجات تانية ببقى نفسي اشتريها بقى فعلا ومحتاجه اشتريها، وبتكون البادجت خلاص راحت في داهيه. ففي طريقه حلوه جدا دي انت تتخذها امتى؟ تتخذها وانت بتشتري برودكت، لان اي قرار شراء هو حاجه من 2 ملهاش تالت. الحاجه التالته اللي هي تشتري فكره، او دي يعني ما مش موجوده قوي او مش موجوده في الكوميونتي بتاعنا. يعني طبعا شراء الافكار او الحاجات دي بتبقى في مجالات تانية، ان انا اشتري فكره من حد واعمل منها كتاب او فيلم او ايا كان او مشروع او كده. ولكن انا بشتري يا برودكت يا سيرفيس.
لو بشتري برودكت يعني حاجة أكلها، أشربها، ألبسها، أتفسح بيها، أيا كان، فأنا بمنتهى البساطة as simple as it is بقول هو أنا محتاجها ولا لأ، وسعرها مناسب ولا لأ. دول السؤالين اللي انت بتاخد بيهم قرارك. السؤال الأول محتاجها ولا لأ، في أغلب الظن 70% انت ما تبقاش محتاجها. طب تعرف ازاي الموضوع ده؟ لازم تقعد 48 ساعة. دي الخطوة السحرية اللي لما اتدربت عليها أنا مفيش حاجة عرفتها تاني يوم نفذتها. أنا أي حاجة لازم باخد وقتها في التدريب، بس أحطها في دماغي. دي أنا اتدربت عليها شهور، لأن هي كانت حاجة بالنسبة لي مؤلمة جدا، اللي أنا بشتري بسرعة، باخد بسرعة، بدخل بسرعة، يعني قرارات سريعة جدا. فتألمت جدا، يعني لا ما كانش عندي إدارة الأموال دي صح، أو إدارة المصروفات. فاللي حصل اللي أنا التزمت اللي أنا دايما أسأل نفسي السؤال ده لغاية لما خلاص بقت بالنسبة لي عادة ما بتاخدش مني وقت ولا مجهود، ألا وهو أقعد 48 ساعة بعد كده أسأل نفسي هل لسه محتاجاها، هل لسه فاكراها أصلا. عايزة أقولك إن من كل 10 مرات 8 بنسى الموضوع، بنسى اللي أنا فعلا عايزة دي. أقف قدام فلاسك مثلا، او اقف قدام شنطه معينه عاوزاها وشكلها وتفاصيلها بتعجبني بتأثرني، او لا 48 ساعه وبعد كده ارجع. لو انا لسه محتاجاها هرجع نفس المكان، لان الدنيا حاجه مش هتطير. هي 48 ساعه. حتى اي اوفر بيتعمل هو بيبقى اكتر من 48 ساعه، تمام، الا الحاجات بقى النادره قوي بنساها خلاص، ما بفتكرهاش، فبالتالي ما بشتريهاش. الموضوع ده ظبط معايا جدا الاداء في فكره اللي انا فعلا دلوقتي بشتري الحاجه اللي انا محتاجاها حرفيا. السؤال التاني، هل سعرها مناسب للبادجت ولا لا؟ انا في الاول حتى لو كان سعرها مش مناسب للبادجت كنت دايما بفكر اتزنق ازاي بس اجيبها. وطبعا دي كارثه، برضو كارثه. انت لازم تكون مقسم البادجت بتاعك لكل حاجه، وانا ما كنتش عامله كده. فانا لا، انا بقيت بعمل بادجت للهدوم، ما احتجتهاش الشهر ده مش مشكله، الشهر اللي بعده ده على ده اجيب حاجه اكبر. بادجت للاستثمار في نفسي، بادجت للاستثمار في البيزنس بتاعي، للماركتنج والاعلانات. لازم بادجت لكل حاجه، عشان يوم ما احب اشتري الحاجه ما يبقاش دايما ما فيش بادجت، حتى لو حاجه قليله. على فكره انا بدات الموضوع ده من 6 سنين ب 100 جنيه، لان وقتها اتألمت جدا، وهحكي لكم القصه دي في سياق الموضوع. يعني من ساعتها وانا لازم اعمل بادجت للاستثمار بتاعي، لغايه دلوقتي لما وصل لا انا بشيل ربع اي انكم بيجي لي، ربعه 25% بالظبط للاستثمار في نفسي، لان خلاص انا بقى بالنسبه لي الموضوع ده حياتي. يعني من غير ما انا طول الوقت مشتركه في حاجات بتنور لي وبتختصر عليا الوقت والمجهود وبتنورني اكتر وبتعليني اكتر، ببقى متضايقه نفسيا فعلا. فخلاص ظبطت نفسي في النقطه دي. فبتسال نفسك سؤال، هل انت الموضوع ده او الحاجه اللي انت عاوز تشتريها دي البادجت بتاعتها موجوده ولا مش موجوده؟ لو موجوده توكل على الله، طب مش موجوده خلاص يبقى نستنى شويه واعمل لها خطه بقى احوش لها، والشهر الجاي الشهر اللي بعده اجيبها بمنتهى الهدوء. ده بالنسبه للبرودكت. بالنسبه للسيرفيس بقى الموضوع مختلف شويه. يعني ايه سيرفيس؟ يعني انت بتشتري خدمه، بتشتري حاجه مش ملموسه، بتشتري علم، بتشتري معرفه، بتشتري فكر جديد، بتشتري تطور في نفسك. فالسيرفيس القرار فيها بيبقى أصعب شوية. عشان أكون صادقة معاك، بيتقسم على مرحلتين. لازم تعدي أول 50% وتعمل لنفسك يس دون، ده لازم أساسي، وبعدين تدخل في 50% التانيين. أول 50% لازم تقول لنفسك يس عليهم وانت بتشتري أي سيرفيس. هي فعلا valuable، هي فعلا فيها value، يعني فيها قيمة، عندك احساس بالثقه في الشخص اللي انت هتاخد معاه الكورس ده، عندك احساس اللي انت فعلا لما تستثمر معاه هتاخد اضعاف من اللي انت استثمرته ده، وفعلا هينقلك في حته تانية. فاول سؤال، هل فعلا في فاليو وانت تراست في الفاليو دي وفي الشخص ده اللي انت هتاخد الفاليو دي منه؟ لو الاجابه خلاص يبقى انت عديت 50%. تمام. طيب هو فعلا كل الديسكشنز والمحادثات اللي حصلت معايا الفترة اللي فاتت كانوا معديين 50% دي، وقالوا فعلا دون احنا محتاجين ناخد البروجرام ده معاكي. اوكي، ندخل بقى على 50% التانية، ألا وهي وقت، مجهود، فلوس. أول حاجة وأغلى حاجة وأهم حاجة لازم تاخد فيها قرار الوقت.
انا يمكن بكلمك على من واقع خبرتي، يعني انا بكلمك من منظوري الخاص للموضوع. في ناس تقولك لا اهم حاجة الفلوس. احب اقولك ان اللي بيقول اهم حاجة الفلوس هو ما بيستفادش بالكورس. تاني في ناس كتير قوي بتشترك معايا وبتحول لي على طول القيمة بتاعت البرنامج وما بشوفهاش طول البرنامج. هل هو استفاد؟ لا، ما استفادش. ليه؟ عشان ما عندوش وقت. فانت لازم الاول تقول لنفسك انا عندي وقت ولا لا. طيب ازاي تظبط بالظبط انت عندك وقت ولا لا؟ لان انت عقلك اللاواعي اول حاجه بيقول لك لا مفيش وقت. فلازم تقعد الديسيشن ميكنج سيشن مع نفسك وورقه وقلم وتكتب. خلاص 50% الموضوع فاليبل وانا عاوزه. اجي لل 50% التانيين اللي 30% منهم وقت. هل انا وقتي مناسب اللي انا اخد البروجرام ده؟ افرض لي بقى اليوم بتاعك، قول لي انت اليوم بتاعك مقسمه ازاي. انا مثلا حاطه في كل يوم في ساعتين مذاكره. انا دايما بنصح الناس نص ساعه نص ساعه نص ساعه، علشان هي دي الطريقه اللي انا ابتديت بيها. وواحده واحده بقيت بوفر ساعتين في اليوم مذاكره، ساعه للكورسز اللي انا شغاله فيها وساعه ده سيلف ستادينج مع نفسي، سواء بقى بسمع الحاجات في السايكولوجي وفي طريق الوعي احمد عماره وايهاب حمرنا وصلاح الراشد والمعلمين اللي انا بتعلم على ايديهم دول، او اللي انا بعمل ريفليكشن والجورنالينج لنفسي وحاجات باكسباند للانر ورك اللي انا بشتغله مع نفسي. فهم ساعتين. طب انا عاوزه اخد بروجرام جديد، لازم اعرف هو البروجرام ده هيحتاج مني وقت قد ايه في اليوم. هيحتاج مني كل يوم نص ساعه. هل انا هعرف اوفق في النص ساعه دي؟ فبعمل محاوله. يبقى اول سؤال هل انا وقتي مناسب؟ لو دن يبقى 30% دن. هدخل على السؤال اللي بعده واللي بعده، المجهود والطاقه والفلوس. لكن لو انا جيت عند حته الوقت دي وقلت لا، لازم اعمل محاوله. طيب هل انا اقدر اوفر نص ساعه في يومي؟ فبرجع تاني اعمل ريفليكشن على اليوم بتاعي. فانا لقيت مثلا في اخر كورس انا اخدته ده ان انا في عندي فعلا نص ساعه الصبح كده اللي انا بصحي فيها الولاد المدرسه، وان هم كبار ما شاء الله عليهم يعني، فبيلبسوا وبيجهزوا بيعملوا كل حاجه لوحدهم وبينزلوا. بس انا بقعد من 6 ل 7 قاعده على الكنبه بعمل كده بعمل كده. ها يا حمزه، ها يا حنين، لبستوا خلصتوا يلا يا ولاد املوا الفلاسكات. طب ما انا بدل ما انا قاعده منادي كده زي المسحراتي بتاع رمضان، ما اسمع حاجه، ما يعني اشتغل في حاجه. فقررت ان انا نص ساعه من الوقت ده هي دي اللي هسمع فيها الريكوردد وهسجل فيها. طيب خصوصا ان انا ببقى فايقه، بس انا اللي بحاول ادروخ نفسي ليه؟ عشان ببقى عاوزاهم بعد ما ينزلوا ادخل انام ساعتين قبل ما اصحى انا اشوف اللي ورايا. فمش ببقى مش عاوزه اطلع نفسي من مود النوم ده. فقررت خلاص النص ساعه دي انا وفرت اهو وقت، يبقى ضن الوقت هنا ضن. اجي بعد كده في المجهود والطاقه، انا غالبا بتبقى دي ضن لان ببقى متحمسه جدا للحاجه. ادام انا ال 50% الاولانيه دي عامله صح فيها ويس، فانا اوريدي متحمسه جدا للموضوع وحاسه ان انا لا هتبقى نقله فعلا في تفكيري في حياتي في انضباطي في اي حاجه، فببقى متحمسه. المجهود اوكي لا تمام. اجي بعد كده بقى في موضوع الفلوس، نفس القصه برضو. هل انا البادجت دي متاحه معايا ولا لا؟ طيب البادجت دي متاحه معايا ولا لا؟ فانا لازم اكون من البدايه مقسمه اصلا البادجت دي. زي ما انا قلت لك في الاول، انا ما كنتش عامله بادجتنج للانفستمنت بتاعي للاستثمار بتاعي، ولكن اللي حصل ان من 6 سنين بالظبط في 2020 وانا باخد الماستر بتاعي، وكان برقم كبير جدا وقتها، كمان كان ب 80,000 جنيه ومطلوب مني كل 6 شهور ان انا ادفع 15,000 جنيه تقريبا. ما انساش ابدا ان في شهور كتير لا كنت بقع فيها جامد، كنت بتضايق، كنت بمشي في الشارع بعيط. انا يعني هعمل ايه؟ مش مكونه المبلغ ده، مش مكونه الفلوس ده. ووقتها قلت لا انا لازم اظبط نفسي اكتر من كده. انا لازم اخلي فيه بادجت ثابت لل... للاستثمار في نفسي. الحاله اللي انا عايشاها العشوائيه الهوجائيه دي ما تنفعش. وبقالي 6 سنين انا ماشيه على نظام ان لازم بسيب مبلغ للاستثمار في نفسي بخلقه. علشان كده لما باجي اسال نفسي سؤال هو انا معايا المبلغ ولا لا، غالبا بيبقى معايا المبلغ، لان انا اوريدي محوشه في الحصاله. انا بدات ب 100 جنيه.
طبعا ده ما حصلش في الماستر دي كلها بابا ربنا يخليه ليا، واحده صاحبتي في مره سلفتني فهي مشت كده. لكن بعد كده لا، مش هتحط في الموقف ده تاني، فعملت خطه ومشيت عليها، اتدربت عليها برضو شهور لغايه لما مشت معايا دلوقتي. وستيل لغايه دلوقتي انا بتعلم اداره اموال، واخر كورس انا كنت فيه كان عن الماني مانجمنت بس بشكل سايكولوجي وبرمجه واولد ستوريز وموضوع اعمق يعني. فاللي عاوزه اقوله لك لازم يكون عندك خطه، ولازم يكون عندك تقسيم للبادجت بتاعك، عشان لما تسال نفسك السؤال ده ما تقعدش فين بس البادجت بتاعت الفلوس دي، اخلقها. انا بداتها ب 100 جنيه، بداتها اللي انا كنت بحوش كل شهر 100 جنيه، 100 ورا 100 ورا 100 لغايه لما اكون مبلغ محترم، اقدر بقى بعد كده اللي انا ادور واخد الكورس في الحته اللي انا عاوزه اخد فيها. ده ثالث سؤال الا وهو الفلوس. عايزه اقول لك ان اول ما بدات في موضوع التريننج ده انا كانت عندي مشكله جامده جدا نفسيه برضو في موضوع الفلوس ده، ورحت للكوتش بتاعي وقلت لها انا عندي احساس ان انا عاوزه اعمل كل حاجه ببلاش، مش عاوزه اضغط على الناس. انا عندي احساس ان هو مزنوق في الفلوس وهي مش عارفه تدفع الفلوس، ومحتاجين فعلا الماتيريال او الكونتنت اللي انا بقدمه. فكان الرد بتاع الكوتش عميق جدا جدا جدا، ولما انا عملت ريفليكشن على نفسي لقيته ان حصل معايا فعلا. قالت لي ايه بقى الكوتش بتاعتي؟ قالت لي بصي يا حنان، اي حد بيتحط في اختبار فلوس ده بيطوره. يعني انت ممكن تكوني سبب ان حد عاوز ياخد معاك الكورس وهو مش معاه الفلوس بتاعته فعلا، فيتعود من هنا ان هو ينظم نفسه اكتر في الفلوس، ان هو يراجع تاني المصاريف بتاعته. ممكن يكون بيصرف في حاجات كتيرة هو مش محتاجها، فمحتاج ان هو يرجع ينظم تاني عشان يقدر يحوش فلوس الكورس فيشترك معاكي. ممكن تكون حد وهي بقى مرت بحاجات دي، لان هي كوتش وفي ناس كتيره وهيلر، فالناس بتتعامل معاها في الموضوع ده بتقولي انا بمر بحاجات كتيره، بيبقى بتتعرض لابتزاز في الفلوس مثلا، ان هي بتبقى بتدفع حاجات او مسؤوله عن حاجات مش المفروض انها تدفعها، فبتوقف ده، بيكون ده اختبار ليها او تحدي ليها انها توقف ده، فتقدر انها تحوش وتشترك معاكي. فهو ده اختبارهم واختبار تطورهم. قعدنا نتكلم كتير، وبعد ما قفلت معاه افتكرت بقى القصه اللي انا حكيتها لك دلوقتي من 6 سنين، لما كان الضغط عليا او الالم اللي حسيته في موضوع الفلوس ده كان سبب في تطوري على مدار السنين اللي فاتت كلها ولغايه دلوقتي. فاللي انا عاوزه اقوله لك ان علشان تاخد قرار انك تدخل وتشتري سيرفيس برودكت، خلاص احنا اتكلمنا فيها سيرفيس، لازم تقعد مع نفسك وتعمل الديسيشن ميكنج سيشن دي، وتسال نفسك على مستوى اول 50% الموضوع فاليو ولا لا، فاليبل ولا لا، وتاني 50% الوقت لو لقيت نفسك تمام اوكي، لا اعمل محاوله. طيب المجهود والطاقه لقيت نفسك متحمس والدنيا تمام اوكي، لا اعمل محاوله. لقيت نفسك في الفلوس لا انا معيش فلوس اللي انا اشترك دلوقتي، اعمل محاوله. وعاوزه اقول لك ان في ناس فاجئتني وابهرتني واضطرتني اللي انا يبقى في تسهيلات، وانا اوريدي بتساهل جدا في موضوع الدفع ده. ادام انت اوريدي اخد القرار ومشكلتك في الفلوس، فانا بعرض عليك اللي انت طب ممكن نسهل الموضوع في الدفع شويه. اللي فاجئوني ان انا ما عرضتش ده، هم اللي عرضوا ده، يعني هم اللي قالوا لي طب احنا ممكن نلحق بس الحجز دلوقتي، ابعت لك 400 جنيه من ال1000 جنيه وعلى كمان اسبوع او حاجه ابعت لك الباقي. اه طبعا، اه طبعا، انت اخدتي القرار ورتبتي نفسك، ولما جيتي عند الفلوس لقيتي لا، فعملتي محاوله وقلتي طب انا ممكن اسالها لو اقسط على مرتين مثلا، انا لازم اكمل لك الدايره دي واقول لك اوكي طبعا. نفس الكلام برضو حد تاني طلب نفس الموضوع، اوكي طبعا، تسهيلات بمواعيد محدده واليوم الفلاني، وانا متاكده مليون في الميه ان هم هيكونوا ملتزمين، لان انا طول الوقت ملتزمه، فانا اكيد ان شاء الله مش هقع مع حد مش ملتزم ان شاء الله. ف يلا بينا اوكي، طبعا اسهل لك الموضوع. وفعلا 2 من 10 اللي اشتركوا هم اشتركوا بالطريقه دي، اللي هم دفعوا جزء من المبلغ والجزء التاني حددنا يوم معين هيحولوا فيه بقيه المبلغ. ناس بتفكر، ناس بتعمل الديسيشن ميكنج سيشن. حبيت اللي انا اشارك معاك النهارده ازاي او آلية اتخاذ القرار. وفي الاخر حبيت اللي انا اقول لك ان انا مديت العرض
مش زعلانه خالص، هو يبان عليا كده، بس انا كده كده مش الموضوع مش فارق معايا. انا كده كده ببقى عامله الموضوع ده ليك انت اللي محتاج تتعلم وتتعود انك تاخد القرار. فاللي انا بسيب 3 ايام ان الناس تاخد قرار وترتب نفسها وتظبط نفسها وترجع، ولو عندها حابه يبقى فيه تسهيلات او حابه يكون فيه كلام في الفلوس، بس هي اوريدي اخده القرار ومرتبه نفسها، انا بساعدها جدا. وانا لسه حاصل معايا الموضوع ده. يعني انا البيزنس كوتش بقى بتاعتي، مش اللايف كوتش، البيزنس كوتش، كنت عاوزه اشترك معاها في موضوع الماني مانجمنت ده، وما قعدتش الديسيشن ميكنج سيشن دي، كسلت. يعني هي اول ما عملت الموضوع لمسني قوي، وحسيت ان في ديزاير عندي، يعني في رغبه اللي انا فعلا ان النقطه دي محتاجاها، وشغاله على نفسي فيها بقالي كتير بس بطيئه شويه، فمحتاجه حد يسرع لي الموضوع. لان انا بالنسبه لي اي كورس او بروجرام تدريبي هو عباره عن البنزين ال 95 اللي هتحطه في العربيه تدوس تدور على طول. انا ماشيه مثلا ببنزين 80، او انا ماشيه على سرعه 20 او 40، لا هي بتخليني امشي على سرعه 100 120. ف لا، ما الست قعدت تبعت الصراحه، وبتنزل طبعا البوستات بتاعتها وبتفكرني وبتريمندر ان الاوفر هيخلص وخدي بالك وب 24 ساعه، وانا يعني كسلت تجاهلت كل ده. يوم التاني التالت بعد اسبوع بالظبط وانا قاعده كده بعمل البلان بتاعت نفسي والحاجات اللي انا محتاجه اطور فيها نفسي، فظهر لي الموضوع ده، لا انا محتاجه اشتغل على نفسي في الحته دي. فرجعت واشتركت معاها، بس اشتركت معاها ب1000 جنيه زياده. خلاص كان الاوفر بتاعها خلص، ودخلت في الويف التانيه ب1000 جنيه. وفي ناس اشتركت بعد كده في الويف التالته دفعت 2000 جنيه زياده. ده بيعلمني ايه؟ بيعلمني ان انا ما كسلش. ادام انا عديت ال50% وعندي الديزاير الحقيقيه ان انا اشترك او اخد حاجه، خلاص يبقى لازم اقعد اعمل الديسيشن ميكنج سيشن بتاعتي، علشان ما اضطرش ان انا ادفع اكتر او ما استفدش بيه الاوفر اللي كان موجود. يا رب تكون استفدت وعرفت ازاي تاخد قراراتك وانت بتشتري برودكت او بتحصل على سيرفيس، وتطلع بره حالة التردد دي. واحب اقول لك حاجة اخيرة، ان لو انا لسه ما قلتلكش القرار بتاعي انا عملت ايه او مديت الاوفر لغاية ايه، وان لو ال3 اسئله بتوع الوقت والمجهود والفلوس انت قلت في الوقت لا وعملت محاوله وكانت لا برضو، وفي المجهود والطاقه قلت لا وعملت محاوله كانت لا برضو، الفلوس نفس القصه كانت لا برضو، ما تاخدش السيرفيس، ما تضغطش على نفسك. يعني خلاص هدي نفسك وريلاكس تماما، ومفيش حاجه بتفوتك، يبقى دي مش مرحلتك، يبقى ده مش الحته بتاعتك دلوقتي. سيبها وتعالى الشهر اللي بعده ابدأ اسأل هل هي موجودة ولا لأ، ممكن تظهر لك حاجة تانية تبقى هي دي المناسبة ليك أكتر. فهو مفيش حاجة تستاهل ان انت تأرق نفسك او توتر نفسك او تبقى في حالة ستريس. اعرف ان كل حاجة بتيجي في وقتها. في ناس كتير قوي بتقولي انا نفسي اخد معاكي بس للأسف هو مش نافع خالص الشهر ده. خلاص يعني take your time، يبقى هي فعلا مش مرحلتك دلوقتي او مش مرحلتك دلوقتي، هيجي في يوم من الايام الوقت المناسب ليها. انا مديت العرض بدل ما كان لغايه يوم 5 نوفمبر، حاضر بقى لغايه يوم 10 نوفمبر بنفس الاوفر اللي هو 1000 جنيه لغايه 10 نوفمبر. من 10 نوفمبر ان شاء الله الاوفر هيكون ب 1500 لغايه 15 نوفمبر، اليوم اللي احنا هنبتدي فيه ان شاء الله البروجرام بتاعنا هيكون ب 2000 جنيه. اتمنى انك تعمل الديسيشن ميكنج مع نفسك، وانا موجوده لو حابب تدسكس معايا الموضوع او تتكلم معايا you are more welcome. بس اما تدخل تتكلم معايا عرفني بنفسك الاول، لان احنا human to human. يعني انت مش هتشتري مني كتاب وتمشي، او انا مش من الترينرز اللي هتدي لك كورس وتجري، او اللي انا هبيع لك البرودكت ده وهسيبك. انا احب اكون معاك في الرحله، عشان كده انا بقول لك ان في خلال ال14 يوم انا هجايد يو، هبقى المرشد بتاعك يوم ورا التاني ورا التالت، لغايه لما نبني مع بعض عادات على مستوى الافكار والمشاعر والسلوك
تخلي اليوم بتاعنا هادي وعايشين في سلام، على الرغم من ان كل الضغوطات وكل الخلافات والاستفزاز موجود حوالينا زي ما هو، ولكن احنا هندخل 14 يوم كده جوه نفسنا، نبدا نشوف الافكار بتاعه الاحباط، الافكار بتاعه الاسترس، المماطله، التردد، كل ده هنعرف نتعامل معاه ازاي بمنتهى الهدوء، بخطوات بسيطه، بخلاصه الرحله اللي انا عشتها مع حياتي عشان اتعلم ثبات انفعالي واتعلم اداره للافكار، وازاي اكون ستيدي مانجر، ما بسخنش مع اي حد، مش اي حد يستفزني، مش اي موقف او شخص او كلمه تخلي اليوم بتاعي يقفل وما اقدرش ان انا اكمل في انتاجيتي اخر اليوم. هديلك كل السيكريتس دي. فلو انت حابب تكون معايا في الرحله دي ابعت لي سبارك وانا هبعت لك ازاي تحجز مكانك في الرحله. وفي النهايه بقى حابه اخد رايك. المفروض ان رحله ديسمبر، هحرق لك المفاجاه، انا كنت هعملها عن الثقه، زي ما رحله نوفمبر كده عن الانضباط، عملنا ورشه عمليه، واللي عاوز يتعمق اكتر في الموضوع ويعيش تجربه تاثيرها اقوى واعمق بيدخل معايا البرنامج اللي بيكون في اخر الشهر اللي هو 15 يوم. رحله ديسمبر كده هتبقى عن بناء الثقه، سواء الثقه بينك وبين نفسك او الثقه ما بينك وما بين الستاف بتاعك او بينك وبين الاداره او المديرين. كنا هنعمل برضو الورشه المجانيه اللي اكيد هتكون فاليبل جدا زي ما انتم متعودين مني، وفي الاخر هيكون في بروجرام، بس ممكن يكون مش 14 يوم بقى، هيكون على مدار 7 ايام، بس هيكون برضو مركز جدا عن ازاي تبني الثقه في نفسك وبينك وبين الستاف او المديرين. ولكن انا حاسه ان موضوع الديسيشن ميكنج ده موضوع مهم جدا، يعني من خلال المحادثات اللي دارت ما بيني وما بين المديرين، حته التردد او ازاي اخد قرار عامه في حياتي محتاج اللي انت تتأسس فيها اكتر وتعرف اسرارها وبرضو ابعادها السيكولوجيه، وازاي انت ايه اللي ممكن يكون فيه جواك مخاوف او حاجات بتعطلك انك فعلا تشوف الرؤيه واضحه وتاخد القرار الصح اللي ما ترجعش تندم بعد كده، سواء اللي انت اخدته او ما اخدتوش. فابعتولي بقى في الكومنتس تحت صنع القرار ولا بناء الثقه، وبناء على الكومنتس اللي انتوا هتبعتوها لي هقرر رحله ديسمبر هتكون عن ايه بالظبط. مبسوطه قوي اللي انا سجلت لك الفيديو ده، ان شاء الله باذن الله هيكون بالنفع، وان شاء الله باذن الله هيفيدك جدا في ترتيب دماغك وفي ردك على سؤال اعمل ايه او اخد القرار ده ولا ماخدوش. اشوفك على خير يا مدير.